السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ويلا بينا نبدأ. هنعمل النهارده صينية كيكة إن شاء الله هتعجبكم قوي بمقادير خفيفة وبسرعة وسهلة وبسيطة إن شاء الله يا رب تعجبكم. هنسمي الله بقى ونصلي على رسولنا الكريم وهنجيب كوبايتين دقيق. عايزة أقول لكم على حاجة، عايزة الكيكة بتاعتك تنجح الكوباية اللي تعايري بيها الدقيق هي بتاعة الزيت والسكر وكل حاجة، لإن الكوباية بتفرق، مش مثلًا مش تعملي بكوباية وتيجي تحطي مقدار تاني بكوباية تانية، لأ، خلّي كوبايتِك هي اللي تعايري بيها كل المكونات. تمام يا حبايبي؟ حطينا كوبايتين دقيق، عليهم كيس بيكنج باودر وركناهم على جنب، تمام؟ جبنا بقى الشفشق بتاع الخلاط، حطينا 2 بيضة وحطينا كيسين فانيليا. ونقطة خل، وهنضرب البيض بالفانيليا بالخل ده كده ندّي له دقيقة كده في الخلاط نضربه، وبعد كده نحط بقية المكونات، بقية المكونات اللي هي إيه يا بنات، هنحط كوباية سكر وكوباية حليب ونُص كوباية زيت أو أقل من النُص، ولو عندِك سمنة هتحطي إيه نُص معلقة سمنة، ما عندكيش سمنة هيبقى نُص كوباية زيت كفاية أوي، تمام كده؟ وإيه كمان يا بنات، بس كده، كل ده في الخلاط، بنضربهم في الخلاط على بعض، تمام، بُصّوا أهو بُصّوا قد إيه زيت، أقل من النُص وعليه حتّة سمنة زي ما أنتم شايفين نُص معلقة برضه، ما عندكيش سمنة مش مشكلة، بس كده يا بنات، يبقى إحنا عملنا إيه بقى، كوبايتين دقيق حطينا عليهم كيس بيكنج باودر وقلبناهم مع بعض وركناهم على جنب، بعد كده في الخلاط حطينا بيضتين وكيسين فانيليا ونقطة خل، كوباية سكر وكوباية لبن ونُص كوباية زيت، عايزة تحطّي سمنة حطّي، مش عايزة خلاص مش يعني مش أساسي السمنة، أنا عشان موجودة عندي وعايزة يبقى ريحتها حلوة يعني. بس يا حبايبي خلاص كده وحطينا كل ده في شفشق الخلاط بيتضرب مع نَفْسه بقى، ونيجي هنا نعمل إيه، نبطّن الصينية بتاعتنا، هتحطّي بقى حتّة سمنة كده أو حبّة زيت برضه هينفع يعني، وتدهني الصينية كويس أوي من الجناب والحروف وكلّه، أهم حاجة تبطّني الصينية بتاعتِك كويس. بعد ما تدهني سمنتِك أو زيتِك، هتحطّي شوية إيه، شوية دقيق، رشّة دقيق كده، بس هاورّيكِ إزاي. طبعًا أنتم كلّكم حبايب بتعرفوا تعملوها، بس في تَكّة بقى هاقول لكم عليها هنا، هي اللي بتخلّي الكيكة بصراحة هشة وجميلة. خلاص أهو بطّلنا الصينية بتاعتنا وحطّينا شوية الدقيق، نرج شوية الدقيق يعني للصينية، هنرجع بقى للدقيق الأساسي بتاع الكيكة، اللي هم إيه، كوبايتين دقيق بس، وكيس بيكنج باودر، ومعلقة نشا. معلقة النشا دي يا بنات بتضبط لكم الكيكة ضبطة فظيعة. أيوه، هنقلّبها مع الدقيق كويس، وبعد كده هنجيب الخليط بتاعنا، بس ندخّل النشا والبيكنج باودر كويس مع الدقيق، أهو جبنا الخليط بتاعنا يا بنات وقلّبناه بالضبط كده، زي ما قُلت لكم بُصّوا، وتفضلي بقى تقلّبي فيها من ناحية واحدة أو جهة واحدة يعني، لغاية لمّا تدخّلي الخليط مع الدقيق كويس. سهلة يا بنات والله 5 دقايق، عمايلها 5 دقايق بالضبط، خلاص خلصت الكيكة. بس هنفضّيها بقى ننزّلها في الصينية بتاعتنا، بُصّوا هي ونازلة عاملة إزاي، السائل بتاعها عامل إزاي، ولا خفيفة ولا تقيلة. بس نزّلي بقى اللي في الطبق ده كويس، أهي، بس تخبّطيها كده على الرخامة كويس تطلّعي الهوا منها، وادي شكل الكيكة في الآخر، أنا كان نفسي أطلّعها لكم بس ما عرفتش سخنة، بس لمّا بردت شوية طلّعتها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وفي رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.